السلام عليكم، شراكم لاباس؟ الحمد لله. نتمنى انكم تكونوا كامل بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم جيت ندير معكم نشارك معكم البقلاوه تاعي على طريقتي انايا. ان شاء الله نبداو على بركه الله. اول حاجه ما تنساوش ديروا لي جيم واشتراك القناه وكومونتير شباب كيما نتوما، وكومونتير حلو في كيما هذه الحلوه اللي قدمتها معكم اليوم. ان شاء الله نبداو على بركه الله. اليوم جيت حبيت نشارك معكم البقلاوه اللي تكون مخدومه في الدار وطايبه في الدار، مخدومه باينه تكون طايبه في الدار، باسكو اللي تكون طايبه برا وطايبه في الدار ماشي كيف. هنا ما استعملت معكم حتى اضاءه باش نبين لكم اللون الطيب تاع الدار كيفاش يكون. ان شاء الله نبداو على بركه الله. هنا عندي نبداو. هنا عندي 4 كيلات فرينه مليح. صفي انا الكيله هنا ما عمرتهاش بزاف لخاطر راني راح نستعمل سنيوه صغيره. صفي كلش باش ما كاين حتى حاجه تقطع لك العجينه. ومن بعد ديري كيله مايزينا تصفيها ونص كيله سكر كلاصي مع شويه فانيليا ومع الملح هو الصح، هو اللي يربي لك الخيط في العجين. ومن بعد تحكمي عبيره تاع الدهان اللي كملناها بالزيت، ومن بعد تحلي فوقها الحبه تاع البيض وتلوحي تلوحي ليدام في الفرينه. ما تلوحيش البيض وحده والدهان وحده، باسكو البيض يكربس لك، يخلي يدير لك الحبيبات في العجينه. مالا من الاحسن هاك تخلطيه مع الدهان. كنت الدهان يكون شويه ملدي تجيك العجينه هايله. مع الملح ما تنسيش الملح هو اللي يربي لك الخيط، هو اللي يخلي لك عجينتك تتكسر، هي اللي ما تتقطع لكش وتكسليها في الاله، ولا حبيتي في الاله ولا بيدك تعطيك قوام هايل. ومن بعد تحكمي تحكي الخليط تاعك كامل على بيدك، ومن بعد تحكمي شويه ماء بنفس الكيله، شويه ماء وتكمليها مزهر. انا هنا ديت لي كيله ومن بعد كملت بلها مزهر. تحكمي من الاحسن انك ديريها في قصعه كبيره، انا هنا ما كانتش عندي. من بعد تحكمي ديري الكيله تاعك اللي تكبي غير بشوي، ما تلوحيلهاش الماء بزاف، وكما نعرفوا العجينه تاع البقلاوه تجي شويه طريه. ومن بعد تحكمي تدلكيها، عطيها دليك شويه، واحد 2 دقائق هكا دلكيها شويه باش اون جامي كاش حبيبات تحت يدك ولا راكي تدلكيهم وتذوبيهم مليح. ومن بعد هنا كيما هنا راني درتها نهار الافونس، يا ديريها نهار الافونس يا ديريها 2 سوايع قبل. ما ديريهاش منا وتخدمي بها منا، ماشي ساعه وتخدمي بها، 2 سوايع ولا نهار من قبل. ومن بعد تحكمي كيما انا درت هنايا 6 تحت و5 الفوق. نروحوا الغدوه من ذاك ان شاء الله. هنا غدوه من ذاك راني حكمت الكاوكاو تاعي، رحيته حمصته ورحيته كاوكاو ولا واش عندك، ودرت له 3 كيلات كاوكاو بنص كيلة سكر بمغرف قرفة اختيارية ب3 مغارف دهان ولا زبدة، وحكي مليح الخليطة تاعك. ومن بعد ديري المزهر هنا كشغل راكي تفتلي فيه، كشغل ما تلوحيلوش الماء بزاف، خليه شويه مزربع. بعد ما تخافيش عليه، راه السكر هذاك السكر يطلق العسل تاعو وحده يجيك الشباب. المهم انت خليه مزربع. ومن بعد هنايا اقعدي هكا حكي بيدك. شوفي هنا كيما حكي تلم معايا، ما تلمش نطلق. ومن بعد هنا واش نخليه ديري 2 سوايع قبل 2 سوايع قبل باش تذوب، 2 سوايع باش السكر تاعك يذوب، ولا ديريه نهار الافونس. كي تعاودي ديريه راكي تلقاي شويه ناشف، زيدي له شويه مزهر، شويه باك ما تكثريش. هنايا نبداو ان شاء الله على بركه الله. هذه غدوه من ذاك. تحكمي العجينه تاعك اللي تكوني مقرصتهم. تحكمي اللي راح ديري 6 طبقات من تحت و5 طبقات من الفوق. تحكمي الطبقه الاولى، المره الاولى تحليها في المايزينا عادي، ومن بعد تحليها كامل في الخشين. دوكا كل ماشينه وكيفاه. المهم الخشين اللي عندك كاع جيبي ربي معظم الماشينات 9 الخشين كاع اللي عندك ديري حليها مره الاولى. ومن بعد عاودي نقصي رقم وعاودي رقي شويه على ذاك الرقم، ماشي ديريكت من الخشينه للرقيقه تتقطع لك العجينه هكا كشغل تفسخي فيها. ومن بعد كشغل درتي الخشينه، من بعد ديري المتوسطه، ومن بعد حليها في الان، يعني حليها كامل في الرقيقه باش تخرج لك رقيقه. كي تحليها هنا ابدا كسلي العجينه تاعك، راهي تتكسر لك وراهي مربيه الخيط، ما تخافيش عليها باسكو هذاك الملح هو السر تاعها. ابدا كسلي العجينه تاعك وديري كي ديري
عمري الكوانات، ماشي ديريها وتخليها هكا، بعد كي تبداي تقطعي فيها راهي العجينه تتقطع لك، من بعد تجيك الحبه مكمشه. ركزي على لا فينيسيون، خذتها لا فينيسيون، خذتها البقلاوه كي تكون طايبه في الدار. من بعد تحكمي ديري الدهان تاعك، الدهان ولا، وبعد ترشي فوقو المايزينا. تعاودي نفس الكره، هنا حبيت نجرب معكم زوج خطرات. تعاودي نفس الكره تحلي في الخشين، من بعد تعاودي تحلي في المتوسط، ومن بعد تعاودي تحلي في الرقيق، يعني تفوتيها على 3 خطرات. اذا شفتيها ما تحلتلكش، ما رقاقتلكش مليح، عاودي حليها في الرقيق حتى تشوفيها ترونسبارون، وبداي كسلي فيها بيدك وديري. هنا ديري باينه. نبداو ديري الطبقه الاولى، من بعد دهان ومايزينا، الطبقه الثانيه دهان ومايزينا، حتى توصلي للطبقه الثالثه. نروحوا هنا للكاوكاو. هنا الكاوكاو كان نشف معايا شويه، كنت دايرته 2 سوايع قبل. قلنا يا ديريه نهار الافونس يا ديريه 2 سوايع قبل، ماشي ديريه منا وتخليه منا، ديريه منا وترونيه منا وتستعمليه منا ويكون السكر مازال ما ذابش فيه، من بعد راهي تبان تحت فمك تغزغز تاع السكر. من بعد قعدي زربعي، غير زربعي، ما تلوحيش يدك. انا هنا مانيش رايحه يدي برك، لوحت كاع يدي كشغل، حطيت كاع يدي باش نعرف برك الاماكن اللي مازالوا فارغين معايا. كما انا هذه سنيوه كلات لي كيلو سواسوا مكسرات مخلطه مع كاوكاو. كما اذا درتي كاوكاو الابيض ديري معاه مكسرات باللوز، واذا كنتي دايره كاوكاو ابيض ديري قرفه، يعني باش تعطيك شويه هذيك لاكولا. ما ديريش الكاوكاو بيض في بيض، راه ما يجيكش شباب، باش كي تحمار معاها مع العجين هذاك يجيك زعما منظر شباب. من بعد تحكمي ديري الطبقه تاعك، كيما هنا قلنا نديرو 6 من تحت و5 في الفوق. نبداو نعاودو نفس الكره. ديري الطبقه تاعك الاولى، من بعد ديري الدهان ومايزينا، من بعد الزوجه دهان ومايزينا، الثالثه دهان ومايزينا، والرابعه والخامسه. هنا واش نهي كي نديرو الطبقه الاولى ونجو راح نديرو الطبقه الاولى ونجو راح نديرو الكاوكاو، هذيك الطبقه التاليه ديري لها الدهان، ماشي الكاوكاو ديريه ديريكت العجين، لا ديري الدهان باش يمشي لك هكاك شغل يتزربع لك، وذلك تمد لها، يعني حاجه شابه. انا درتها وحبيت نقول لكم عليها، حاجه باينه تقعد اختياريه. ومن بعد هنا حبيت نشارك معكم الطبقه الاخيره. ركزي على الطبقه الاخيره باش يكون العجين عريض، ما تكثريش بزاف الطبقات، ما تكثريش بزاف الخطوط هذوك بين طبقه وطبقه، لخاطرش هذه خلاص راح تتقطع. هنايا قلنا شوفي هنا كيف خشنتها، فانيك ديري مايزينا ورقيها مليح مليح، وردي بالك تتقطع لك باسكو هذه تاع لا فينيسيون، يعني تاع الطبقه التاليه. ومن بعد قعدي حليها ثانيك في الخشينه، ديريها في 9، ومن بعد ديريها في 6 ولا في 5، ومن بعد ديريها في 1. الواحد هي الرقيقه. اذا شفتيها نعاود، اذا شفتيها ماهيش رقيقه عاودي رقيها، لازم تخرج معاك ترونسبارون الحبه العجينه. هنايا نعاود نرقق فيها. هذه الطبقه التاليه حبيت نديرها معاكم. ومن بعد عادي كملي خدمتك عادي، تكون خدمه شابه وتكون خدمه نقيه. هذه هي. هنا السنيوه عندي سنيوه الطول تاعها، نعطيكم السنيوه هنايا الطول تاعها 30 على 24، يعني سنيوه صغيره كيما حنا نقولوا سنيوه تاع البسبوسه هذيك الصغيره كاع. شوفي هنا كيتكسر معايا وعجينه شابه. دوك نحط لكم الحاجه باينه، نحط لكم المقادير في صندوق الوصف، نحط لكم قياس تاع السنيوه ثاني في صندوق الوصف، والطريقه تبعوها معايا. ومن بعد تحكمي هنا كي تكملي كاع الطبقه تاعك، تحكمي تنحي الحواشي هذوك دوك حاجه باينه نديرهم مسيمنات. هاني من بعد ندير معكم فيديو صغير. هنا الحواشي كيف تنحيهم، يعني اضربي لتحت، يعني طبعي لتحت، ما تطبعيش فوق العجينه باش ما توسيش. من بعد بالموس على ظهر الموس دخلي الحواشي منا ومنا، شوفي ما تخليهاش مزربعه، ما تخليهاش باش كي تكون تقطع معك ما تطلعش معك العجينه، يعني انت ديجا راكي محبطتها. انا هنا في التقطاع اعتمدت على هذا الطابع، هو الطابع الصغير، هو غير باين لكم كبير بصح انا اعتمد. كاين يعني حاجه باينه التقطاع يقعد لك اختياري، تحبي تكبريها تحبي تصغريها، كيما انا نحب هذا التقطاع باسكو التقطاع ماما ديرو
وثاني نحبو بزاف بزاف، يعني جامي انا درت بقلاوه مربع، دائما نديرو غير هذا. هنا راهي ما خرجتش حواشي بزاف، خرجت شويه شويه، وخرجت غير العجين، ما خرجتش الكاوكاو، يعني الكاوكاو كاع دخلته في الحبات، والعجين طاب هكا وحده. وفانيك دوك نوريلكم نطيبها بالتفصيل، يعني وشي لازم تكملوا معايا الفيديو للاخر. كما نعرفوا البقلاوه، كما قلنا البقلاوه تاع برا وتاع الداخل، تاع برا وتاع الدار ماشي كيف كيف. ومن بعد ديري الدهان تاعك، وهنايا طيبها كيفاش يكون، خليها طيبيها وخليها ساعه ولا 2 سوايع تريح. اذا كنتي درتيها وطيبتيها الغدوه من ذاك احسن حاجه باينه، بصح اذا كنتي معليش ديريها ديريها وطيبيها على 2 سوايع. هنا طيبها تشعلي لها من تحت تشعلي لها قليل، تنقصي لها باه طيب لك مليح باش يطيبوا لك الورق. ومن بعد كي تشوفيها بداو يحماروا، ان شاء الله تكونوا تشوفوا معايا هنا، كي تشوفيها بداو يحماروا الجناب منا ومنا، اشعلي لها الفوقاني كي يكونوا يحماروا، ماشي يكونوا خوخي ولا يكونوا بداو يحماروا. كيما هنا بدات تحمر، اشعلي لها من الفوق. اذا كنتي حاسه باللي ماهيش بدات تطيب بلاك شويه من تحت، معليش نقصي من تحت وشعلي من الفوق. هنا دات معايا ساعه و45 دقيقه. الوقت الكبير اللي داتو في الطيب هي الجهه التحتانيه. من بعد من الفوق نقصت لها كامل النار باش يطلعوا لي الورقات، ودات لي فوقها الفوق دات لي 20 دقيقه. المهم 20 دقيقه، والوقت الاخر كاع داتو لي من تحت، يعني دات لي كاع وقت ساعه و45 دقيقه. نتيا عندك 45 دقيقه الاولى ما تحليش كاع الفوق. انا قلنا بعد ما تكوني منقصه الفورنو تاعك وتكوني مسخنته ب20 دقيقه هكا على فونس. ومن بعد تجبديها وهي سخونه تعسليها. انا كيما عسلتها بالعسل تاع برا بهذاك العسل كيما شفتي معايا. ومن بعد تخليها تشرب مليح مليح. كيما انا هنا قطعتها كامل في الليل. هنا كي تقطعي الحبه تاعك مسحي الكاوكاو منا ومنا باش تخرج حبه ما يقعدلكش الكاوكاو مزربع. هو ما يكونش مزربع ويكون بزاف داير كي النوغا وبنين هايل، ماشي النوغا حاجه خفيفه، يعني يولي بنين في فمك وفانيك حبه شابه. كيما انا هنا ما حبيتش نستعمل حتى اضاءه.